بعد ما دخل عليها واخد شرفها اتهمها انها خارج بيت. وبرغم التكنولوجيا المتطورة اللي سبقنا بيها الزمن الا انهم قرروا يطلعوا على البشعة. وبرغم ان الطب النهاردة يقدر يكشف حاجة زي كده بسهولة الا ان الزوجة قالت انا وراك مطرح ما تروح، انا بريئة. وعلشان الام واثقة في اخلاق بنتها قالت لو هتروح جهنم ربنا قادر في جهنم يكشف حقيقة بنتي. يا ترى فعلا حقيقة البشعة هتقدر تكشف لنا اذا كانت الزوجة دي مظلومة ولا ظالمة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، خلينا نكمل بعد الفيديو. فاللي انا بقوله دلوقتي انت جاي عايزه تبشع على ايه؟ قولي بقى واحكي. بص هنا، انا عاوزه اتبشع اللي انا احمد بن منى اخدني بنت بنوت، وهو اللي اتجوزني وهو اللي دخل عليا اخدني بنت. ده انا جاي عشان اتبشع عشانه، جاي اثبت براءتي اللي هو اخدني بنت بنوت مش اخدني مرض، وهو اللي دخل عليا. يعني انت لما احمد اتجوزك كنت بنت بنوت؟ كنت بنت بنوت، وهو اللي دخل عليك وخد شرفك؟ وهو اللي دخل عليا واخد شرفي. ها؟ احمد بن منى. ابن منى؟ ابوه اسمه ايه؟ احمد ايه؟ ابوه اسمه ابراهيم. احمد ابراهيم؟ ماشي. مستعده للبشعه؟ قلت اسمك ايه؟ بوسي. مستعده للبشعه بوسي؟ مستعده. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ذنبك في رقبتك؟ ذنبي في رقبتك. توكلنا على الفتح لله والنبي، ربنا ينصر الحق ويبارك البلد يا رب. بسم الله. طلع سكة. سوايش مفيش. انا مش مش هتتساعد يا بنت. يلا ما تخافيش، مش هتتساعد. انت مفيش. اعمل لك حاجه. طلعي لسانك وغمضي عينيك. لحظه يا جماعه، ولا واحد يتكلم، ولا واحد يتكلم. عايزه مش عايزه، لو رجعت على النار يبقى هي كدابه من الاخر. طب هتحرقني؟ لا هتحرقك لو كدابه. ما تخافيش. يلا توكلي على الله. كده ايدك كده. الله يسلمك. يلا ماشي. ما تخافيش يا بنت. جدع. ما يالا حط تاني. حط تاني. جدع. يا بوش. جدع يا بيس. ما تخافيش ولا هيحصل لك اي حاجه. اتمضمضت ولا هيحصل لك اي حاجه. يلا. معنا اللي فيكو. يلا. عايز منديل؟ معاك يا ماما؟ في الزمن اللي هناك. جدع. بس كده. عايز تتكلم وما تتكلميش، تمضمضي وتكسر لما اشوف لسانك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله لسانك بره، طلعي. بسم الله ما شاء الله. البنت دي صادقه في كلامها فعلا، ان هي متجوزه احمد بن منى، ان هي داخله على بنت بنوته وهو اللي خد شرفها. بس انا صارت يجي بقى ولا حصل ناس زيها. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا بنتي بريئه، بس انا ما كنت عايزه افوز الناس كلها. انا بنتي بريئه. لو هو راجل صح يجي لي حصل ناس زيها عشان هو اتهمها وهي بريئه. بس انا لسه ببني ورايا البنت. مش هكسب. انا مش هكسبك برضه. بس يابا. بكاء الخروج من الكرب بيكون دايما بكاء النصرة. عارف يعني ايه تظلم حد وتقهره وتتهمه باتهامات خطيرة زي كده ومرة واحدة تظهر براءته؟ بيكون البكاء بكاء عزة، بكاء نصرة. للأسف الحالات دي انتشرت كتير النهاردة، وبوسي طلعت بريئة والحمد لله. الصراحة وانا بتفرج على الفيديو من قبل ما تظهر براءتها وانا شايفها مظلومة وشايفها بريئة، والانكسار اللي حضراتكم شايفينه على شكلها ده مش انكسار لانها خاطية، ده انكسار لانها اختارت شخص خطأ ما قدرش قيمتها. رسالة لكل بنت بتفكر في الجواز: اوعي تجري ورا شخص لمجرد انه عجبك، دوري على اللي يحبك ويقدر قيمتك. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بقدر، اللي هيتجوزك عن حب هيبقى بيخاف عليكي وهيستحملك العمر كله وهيكون سندك بجد. لكن اللي عاجبك ونفسك فيه انت وحدك بس اللي هتبسطيه في الدنيا، انما هو مش هيعرف يبسطك
لان انتي اللي رحتيله برجليكي، ما استنتهوش يجيلك وياخدك من الباترينا زي الحاجة الغالية اللي محدش بيقدر ياخدها غير اللي بيقدر قيمتها. نصيحة لأي ست متجوزة، جوزك اللي عايش معاكي لو خايف عليكي وبيعاملك حلو وبيتقي الله فيكي، حاولي ما تخسرهوش، بلاش، لأن النهاردة الراجل ده بقى نادر في زمن صعب إنك تلاقي فيه حد وفي يخاف عليكي ويكون سندك. وألف ألف مبروك لبراءة بوسي.